السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تبعد عن وسط البلد زي ساعة ونص، حتة استاد متكلف مليار جنيه استرليني، 70,000 تذكرة متباعة، كميات البشر. احنا دلوقتي الساعة 5، أول ما الباب اتفتح طبعا كميات البشر اللي جاية، لأنه في كارد هيتلعب، يعني عدد من المباريات لغاية أما نوصل للمباراة الفارقة. زي ما قلنا لحضراتكم امبارح، ده طار بين عيلتين من 25 سنة، اللي هيلعبوا النهارده عيالهم. طبعا انت في كرنفال كبير وعظيم. لازم اذكر انه هذا الحدث هو بتنظيم مجلة الرينج. هنا احنا بنتفرج على المملكة العربية السعودية، وهي بتتحكم في جزء كبير من هذه الرياضة. هذه اللقاءات المستحيلة، هذه اللقاءات اللي صعب تتعمل، ولكن دائما تتصدى المملكة لهذه اللقاءات ويتم تنفيذها، ويبقى فيه إقبال كبير وعظيم. ما يعرفوش هنا كتير قوي ماتشات يعني كورة حتى بيجيها 70,000 بني آدم، ولكن زي ما حضراتكم شايفين احنا هنا في الفان زون. الفان زون ديت فيها مجموعة من الألعاب ومن التذكارات ومن يعني من الأماكن الهامة وسندوتشات ولعب وسعادة وفرح، ولكن هو حدث كبير وعظيم. مفيش وسيلة إعلامية فيك يا بريطانيا أو في أوروبا أو محطة رياضية أو غير رياضية غير النهاردة هي مهتمية بيوبانك وبين الاثنين. هذه المباراة اللي هتتلعب بعد ساعات من دلوقتي، وخلينا نروح مع حضراتكم على الفان زون ونقدر ان احنا نفهم الناس بتفكر في ايه، مين هيكسب النهارده. طبعا انا عايز اقول لكم ان الثلاث اربع ايام اللي فاتت كان في خناقات ومعارك عنيفة جدا بين الاثنين، والاثنين ضربوا بعض، وكان في قبل كده ضرب بالبيض وشتيمة وحاجات غير طبيعية. مباراة عنيفة جدا وقوية جدا، ولكن ارجع تاني واقول لك انه ازاي قدرت المملكة في ظرف سنة ونص انها تقدر انها تكون لاعب اساسي في هذه الرياضة. لا احد يذكر هذه المباراة غير ويذكر دور المملكة العربية السعودية انها تقدر انها تنظم هذه المباريات الصعبة جدا. صعبة ليه يا جماعة؟ لانه اللعيبة بتبقى مش عايزة تلعب قدام بعض، ما مش شايفة في مقابل جماهيري كبير، مش شايفة في شيء عظيم. انما لما اجي اقول لك انت لما هتشوفوا الاستاد بتاع توتنهام ده عامل ازاي مش هتصدق. اسطورة معمارية. الاستاد ده بيقلب الارض بتاعته من نجيله لاسفلت كده او باركيه علشان يتعمل فيه مناسبات. الاستاد ده بيتعمل فيه الحفلات الضخمه الكبيره. اخر حفله فيها كانت مادونا، كانت عامله اسبوع كامل من الغناء، 6 ايام جوه هذا الاستاد. النهارده كل التذاكر متباعه. كمية الوسايط من الناس ومن البشر، حد يشوف لنا تذكرة؟ مفيش تذكرة. أدوار ورا أدوار. أما هتخش تشوف الاستاد ده عامل إزاي، والناس جاية من بدري، جاية تنبسط، جاية تستمتع. وطبعا في أشياء كثيرة جديدة بيتم طرحها في هذا المكان. في الجيم الفيت الفيوري بقى معمول اللي هو المباراة على اسم هذه المباراة، اللي بقى فيه جيم معمول على الكمبيوتر، الشباب والأطفال يقدروا يلعبوا بيه. جواه عدد من مشاهير الملاكمة، شيء كبير وعظيم. وطبعا غير الجيم الجديدة ديت اللي هي بتتلعب على الكمبيوتر، في أشياء كثيرة بتحصل في هذا المكان. الناس جاهزة إنها تستمتع وإنها تنبسط لعدد كبير من الساعات. احنا دلوقتي الساعة 5:30، احنا بنتكلم على حدث هيستمر لغاية الساعة 11:30، انك تيجي تستمتع هنا لمدة 6 ساعات 7 ساعات. طبعا حدث كبير. وزي ما بقول لكم خلاص بقى عندنا الجيم اللي موجودة على البلاي ستيشن،
فيت الفيوري يا جماعه الحاجه معموله بالباكج بتاعها، الماتش باللعيبه بالملابس بالاحذيه بالحاجات بتاعته بالهدايا بكل شيء، كل شيء موجود تابع للمباراه، بيتم بيعه بيتم استثماره بشكل كبير جدا. فطبعا في حاجه عظيمه بتحصل النهارده، وزي ما قلت لكم هو حديث كل وكالات الانباء الرياضيه، حديث كل نشرات الاخبار. النهارده كان في طبعا الجنازه الكبيره بتاعه البابا الصبح، ولكن في النهايه في الفقره الرياضيه في المقدمه هذه المباراه اللي الانجليز كلهم يا حاضرين يا هيتابعوا اللي بيحصل وايه الحكايه وايه الموضوع. بليز ثانك يو. دي مجله رينج، وهي الآن مملوكة لسيادة المستشار تركي الشيخ، هي اللي منظمة لهذه المباراة، وهي أقدم مجلة في تاريخ الملاكمة، بل تكاد تكون من أقدم المجلات الرياضية اللي موجودة في العالم. وطبعا لها كل الدعم الآن وهي قوية ومنتشرة. هتلاقي اسم رينج موجود في كل مكان وفي كل حتة، لأن هي المنظمة لهذه المباراة الكبيرة ومنها لمباريات أخرى كثيرة. الناس كلها مهتمية. المراهنات طبعا اللي موجودة هنا في بريطانيا وفي العالم أغلبها بيقول يوبانك هو اللي هيكسب. بن محدش عارف بالظبط ايه اللي هيحصل، ولكن في النهاية هو يوم عظيم ويوم جميل، والناس كلها بتتابع ايه اللي بيجرى. وطبعا كالعادة هيكون معانا زميلنا محمد قطب يقول لنا ايه هي اخر التطورات. مساء الخير استاذ عمرو. زي ما احنا شايفين احنا في احدث ملعب في لندن، توتنهام هوتسبير ستاديوم، واحد من اكبر الملاعب في انجلترا، واحد من الملاعب المقترحه لكاس الامم الاوروبيه في 2028، وبيستضيف الملاكمه للمره الثالثه فقط في تاريخ هذا الملعب. اكثر من 69,000 او 70,000 متفرج يتوقع يكونوا حاضرين لكارد مجله رينج ماجازين. انا اخذت نسخه برضو من رينج ماجازين والاخراج بتاعها هايل بصراحه، وهي اللي بتجمع العدد دوت من محبي الملاكمه البريطانيه، من حتى عشاق فيتال فيوري الفيديو جيم اللي ورانا، اللي بتعود لاول مره بعد 27 سنه. اخر نسخه صدرت من اللعبه ديت كانت سنه 99. شخصيا عندي نوستالجيا للالعاب اللي من النوع دوت. الجزء الجديد لسه ما لعبتوش لكن متحمس ان انا اجربه. اظن فيها يعني اغلب الاساطير، والجديد فيها كريستيانو رونالدو. رونالدو في الملاكمه. هي لعبه قتاليه كومبات فيديو جيم، لكن كريستيانو رونالدو من ضمن المحاولات لجذب الجيل الجديد للعبه ديت. موجود كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، نجم كره القدم، كشخصيه ممكن تلعب في الفايت. طبعا بنيته الجسمانيه تساعده على اي حال. زي ما احنا شايفين اجواء تفاعليه. مجله رينج مقدمه منطقه مشجعين للجمهور اللي حضر من بدري جدا، حتى من قبل ما تفتح الفان زون وهم واقفين بره وبيسالوني. يعني انا لسه حد سالني اول ماتش امتى. الناس مستعده انها تحضر كارد ملاكمه متكامل، مش بس تحضر المين ايفنت ما بين يوبانك جونيور وكونر بن، المين ايفنت اللي فيه تكرار لملحمه الابوين نايجل بن وكريس يوبانك سينيور، زي ما كنا في اولد ترافورد او كانوا الابوين في اولد ترافورد في 93. النهارده في 2025 الابنين بيلعبوا في اكبر او افخم ملعب يمكن ان نصفه هنا في انجلترا، في كارد ملاكمه برعايه مجله ذا رينج. اول مره في تاريخ هذه المجله، اكثر من 100 سنه من عمر هذه المجله، تعمل كارد ملاكمه وايفنت بالحجم الكبير دوت، و70,000 متفرج يشهدوا على ذلك. محمد ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي في كارد؟ ممكن تشرح الناس ايه هو الكارد، وبعدين بعدها احنا يعني هنشوف بقى الماتش النهائي اللي كلنا مستنيين. كارد الملاكمه هو الحدث، وهي كارد نسبه للكارت اللي بتوضع عليه اسماء الملاكمين ومين بيواجه مين. النهارده عندنا كارد من 5 نزالات، ذروتهم هو نزال كونر بن ويوبانك. زي ما انت شايف بدأ جمهور يوبانك يظهر، وهنشوف انقسام في الرأي ما بين الجمهور. لكن خلينا اقول ان الاندر كارد النهارده في رينج ماجازين كارد قوي جدا. عندنا ابطال عالم سابقين، عندنا كريس بالام سميث الجنتلمان بيلعب مع براندن جلانتون في الكروزر ويت. بالام سميث عمل نزال كبير جدا
في الرياض رغم ان خسروا قدام جيلبرتو راميريز اخر نزال. عندنا كمان واحد من ابناء المنطقه هنا، من ابناء نورث لندن ومشجع لتوتنهام، بيحقق حلمه انه يلعب على ارض الفريق اللي بيشجعه، هو فيدال رايلي، بيلعب كمان في الكروزر ويت قدام شيفون كلارك اللي للمفارقه مشجع لارسنال. ففي ديربي على ارض الملعب ما بين اثنين ملاكمين. عندنا ليام سميث، واحد من الناس اللي لعبت مع يوبانك جونيور مرتين قبل كده، فاز مره وخسر مره، بيحاول يرجع نفسه بعد خساره سابقه في من يوبانك جونيور بالضربه القاضيه قدام ارون ماكانا، ملاكم ايرلندي واعد جدا. وعندنا كمان مباراه اخرى ما بين براندن و ليندن وقدامنا انتوني يارد. ليندن آرثر وانتوني يارد لعبوا مرتين قبل كده، وكان الغلبه في كل مره منهم لواحد منهم، فدي المنازله الثالثه ما بين الاثنين. انتوني يارد كمان حاول يستفز الناس المشجعين لتوتنهام اللي يتوقع يكونوا موجودين، وكان طول الايفنت لابس تيشيرتات ارسنال والمرشندايز بتاع ارسنال على مدار اسبوع الفايت. والاثنين لهم تجارب مع الابطال الروس الكبار باتر بييف وديمتري بيفول. كلم الناس على المتابعه بره الاستاد، هتبقى عامله ازاي؟ بره الاستاد عندنا طريقتين دايما في لندن. قبل اي نزال الناس بتسال هنروح البابز او الحانات او الاماكن اللي بتعرض فيها النزالات ديت، ولا هنروح البيبر فيو هنشتري ونتجمع في البيوت. البيبر فيو بتحرص مجله رينج زي ما كان بيحرص موسم الرياض، وديت بتعليمات من المستشار تركي آل الشيخ انه يكون في متناول المواطن، ما يكونش مبالغ جدا في سعره. سعر البيبر فيو النهارده بنتكلم على حوالي 20 جنيه استرليني، وهو مش سعر كبير قياسا بايفنتات الملاكمه. يتوقع يعني يقال انه نزالين الابوين بن ويوبانك سينيور جمعوا من 15 ل 18 مليون مشاهد، والكلام ده في التسعينات، فلا نتوقع اقل من ذلك حول العالم لنزال النهارده ما بين الابنين بكل هذه التغطيه، بكل هذا الزخم، وبكل الاهتمام الاعلامي اللي احنا شايفينه حوالينا. طيب خلينا ندخل الاستاد جوه نفرج الناس عليه، لانه هو اسطوره حقيقيه، وتحكي لنا شويه عن الاستاد والناس تشوف الساعات الاولى من الدخول، وهذا الاستاد ازاي جميل، وانه لما بتيجي المملكه تعمل حاجه بتعملها كما ينبغي، يعني اضخم حاجه واحسن حاجه وافخم شيء، واي حد ممكن يجي يلعب في هذه المباريات هيكون واثق ان هو عنده الحضور الجماهيري وعنده التغطيه الاعلاميه الواجبه. وهو اهم شيء تجربه المشاهد نفسه من ما يدخل الملعب لغايه ما يخرج. احنا بنيجي الملعب ده في مباريات كره القدم، وهو ملعب النادي اللي بيكون بينظم المباراه، وجينا في حفلات موسيقيه بيونسي هنا. انا شخصيا حضرت بيونسي هنا من سنتين تقريبا. التجربه النهارده اسلس في الدخول، فيها خيارات اكتر للمشاهد لان هو يجربها قبل. زي ما انت شايف جمهور الملاكمه دايما له دمه خفيف وله تعبيرات متباينه، لكن عموما الاختيار للمكان المره دي بعد ويمبلي بيعكس انه الاختيارات دايما لاعلى مكان، افضل مكان، اكتر مكان يكون في عدد من الجمهور يحطم ارقام قياسيه، وفي نفس الوقت يقول للناس ان الملاكمه راجعه بنفس مختلف، انه في تجربه جديده للملاكمه كرياضة عموما، من القاعات المغلقة، من 5000 وال6000 وال10000 متفرج. بالمناسبة كونر بن وكريستي بانك جونيور كانوا هيلعبوا في الأوتو أرينا سنة 2022. الأوتو أرينا لا تتسع لأكثر من 18000 متفرج، النهارده بنتكلم على 70000، فزي ما بيقولوا بالمصري كل تأخيرة وفيها خيرة، يعني وصل ل3 أضعاف العدد. حضرنا أنا وأنت آخر مرة ويمبلي وكان شيء عبقري، وكان أكثر من 90000 متفرج، حطم الرقم القياسي للحضور في ملعب ويمبلي نفسه، واتوقع ان النهارده هيحطم الرقم القياسي للحضور في توتنهام هوتسبير ستاديوم. اكيد طبعا. واحنا النهارده عايزين نشوف برضو مع الناس التوقعات بتاعتهم لهذه المباراه، ومين هيكسب ومين. هلو اكسكيوز مي، اهلا بحضرتك. Who will win today؟ مين هيفوز النهارده؟ مش متأكدة مين هينتصر، ولكن عايزة كونبن يفوز. اسأل ابني. كونبن. بن؟ نعم. مش يوبانك؟ ايه رأيك في الهوت دوج؟ كويس. كل شيء تمام؟ مستمتعين باليوم؟ ايوه بالتأكيد. في اي جولة؟ الجولة الرابعة؟ اعتقد الجولة الثامنة. شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شايفين الناس بتقضي يوم جميل، اكل وشرب. How are you sir؟ ايه اخبار حضرتك؟ مين اللي هيفوز النهارده؟
يوبانك كونر بان كونر بان Eubank, 8th round. كونر بان Mo Salah. Mo Salah, yeah, of course, Mo Salah. Oh, thank you. Yeah. طبعا مود الجمهور هنا جميل ولطيف، وزي ما بقول لحضراتكم هو يوم طويل، الناس بتيجي بتقضي 6-7 ساعات في هذا المكان، اكل وسعاده وجيمز وطبعا بيبتدوا يعني مش كل واحد بيدخل يتفرج على المباراه من الاول، لكن طبعا في اللعبه اللي كل الناس بتتلم عليها، اللي هي ان هو يضربوا القاضيه بتاعت قفشه، قاضيه ممكن، فكل واحد يجي يضرب وبيشوفوا مين اقوى واحد يقدر يعمل الحكايه دي. زي ما حضراتكم شايفين مساله طبعا مش بالسهوله بمكان، في ناس بتقدر تعمل ضربه قويه وفي ناس ما بتقدرش تعمل حاجه جامده قوي. زي ما انتم شايفين دي اكتر لعبه الناس مقربه عليها، وكل واحد طبعا ورينا القوه يا واد انت وهو. طبعا انا يعني غني عن البيان ان انا لو دخلت اضرب البتاعه ديت كل الناس ديت يعني هتمشي من هنا، يعني ممكن نوريهم القوه المصري، بس انا مش حابب الواحد يستعرض ونعمل مشاكل بين الشعوب. انا لو دخلت اضرب البتاعه ديت هعمل حاجه غير طبيعيه، ولكن زي ما انتم شايفين شباب صحته حلوه برضو وبيقدر يضرب، مش لازم نعقدهم، مش لازم يعني نضايقهم ونوريهم ان احنا اقوى منهم او كده. المساله بتاخد وقت ونسيبهم يلعبوا شويه ويعبروا عن نفسهم، ان كل واحد بيجرب قدام اهله وحبايبه. شوف حظ انا. يلا ورينا، هو هنخش دلوقتي. استنى يا طارق علشان نجهز نفسنا. يعني ما بحبش استعرض بصراحه، يعني انا لا ابكي نفسي، وبعدين انتوا عارفين احنا اليومين دول في جو القضيه ممكن، يعني زي الكابتن قفشه والحاجات الحلوه ديت، ف يعني اما نشوف الحكايه ديت كل واحد زي ما انتم شايفين بيدخل. هي ليها تكنيك طبعا، وانا 1000 ايه هو الرقم المهم كام؟ لا يعني هو اعلى حاجه جت كام؟ 900، فانا المفروض اعمل 1000، يعني 1000 بسيطه على فكره، مش مشكله قوي يعني. ده الراجل الجامد ده عمل 927، ده جن الجنون، عريف اول، يعني مش حاجه سهله. 944 هنشوف ده يعمل كام، وانا اخش وراه بقى اوري حضراتكم ال1000 وال2000 وال3000، مش حاجه سهله يعني. قدامك حد مزعلك وتجيبه. هي مش مساله حد مزعلني، بس يعني انا ما بحبش برضو، خد بالك احنا بنشتغل بسمعه الوطن، يعني يقولوا مصري دخل وعمل كام وعملش كام كده، برضو مساله مش اهي باظت. يلا بينا. خافت طبعا. زي ما قلت لحضراتكم هو يوم كامل، الناس بتقدر تعمل فيه اشياء كثيره، ولكن درة التاج ولؤلؤة موزمبيق هي المباراة النهائية اللي احنا هنحاول دلوقتي ندخل الاستاد، لان الاستاد اعجوبة فعلا. خلينا ندخل نتفرج واوريكم جوه شكل الاستاد عامل ازاي. خلينا ندخل ونكمل معاكم. يقول لنا انطباعاته عن الحدث النهارده والماتشات شغاله. مساء الخير. مساء الخير. استاد عظيم، اتموسفير عظيم، 70,000 حيحضروا النهارده وحتتشاف في كل العالم. يعني لقاء ثار بين عائلتين 35 سنه بين الاب وتوارثوه الابناء، شيء عظيم. هذا يبين مكانه المملكه العربيه السعوديه بالدعم اللامحدود من سمو سيدي. المملكة الآن الاسم الأبرز في عالم الملاكمة وألعاب القتال. أقل من عام ونص. الحمد لله الحمد لله. ما نقدر نسوي هذا الشيء إذا مو ورانا جبال. يعني أنا وراي الحمد لله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد. أمس كنا نحتفل ب9 سنوات للرؤية،
ارقام تحقق اكثر من 90% من مستهدفات الرؤيه، ولسه باقي 4-5 سنين الحمد لله. سيادة المستشار، الناس اللي بتسال ليه الملاكمه؟ اهتمام بالملاكمه، ناس كتير شايفه انجازات عظيمه، بيسالوا ليه الملاكمه بالتحديد؟ انت بتقول الملاكمه بالتحديد، لكن لو انت تركز هي مش بس الملاكمه، احنا مركزين على كره القدم، عندنا فورمولا 1، فورمولا اي، الجولف، التنس، الملاكمه، اليو اف سي. بس يمكن عشاني انا الملاكمه انا بعمل ازعاج شويه. رئيس الاتحاد السعودي للملاكمه، الف مبروك، ده معناه ايه؟ شكرا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالدعم سيدي وبالتنسيق والدعم ايضا من سمو وزير الرياضه، ان شاء الله انها تصير رياضه شعبيه داخل المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. ايه سر انك بتعرف تجمع الشخصيات الصعبه والمستحيله في مباريات؟ دي مساله يعني كذا مباراه الناس دي لا يمكن تقف قدام بعض. تحط لهم الديل اللي يناسبهم وتقنعهم وتتكلم معاهم. هم يشوفوا الصوره كامله من صالح الجميع. اذا من صالح الجميع ليش لا؟ الاستاد الكبير، المقابل المادي العظيم، كل حاجه. الان اول كارت للرينج بالتعاون مع SNK واطلاق اللانش حق لعبه فاتل فيوري. البراندنج والمارشندايز كله سولد اوت. انا رحت اشوفه قبل شوي، لقيت الرفوف كلها فاضيه. تمام. الاسبوع الجاي تايم سكوير، جوا تايم سكوير، اول مره في التاريخ. نيويورك حتبقى مقلوبه زي ما لندن النهارده مقلوبه. شوف الملاكمه الامريكيه والمكسيكيه هناك. صحيح واليابانيه برضو في ملاكم متنبئين له من اليابان. عقبال ان شاء الله نشوف من العالم العربي باذن الله. الى اي مدى هذه الرياضه بنقدر ان احنا نعمل فيها ارباح جيده؟ لان احنا شايفين عدد التذاكر وعدد النقل التلفزيوني الكبير. انا عارف انت مهتم بالمباراه، بس ناس تفهم. جيت حققنا اكثر من 12 مليون باوند تذاكر. بسم الله ما شاء الله. قبل شوي كنا مع الدكتور راكان كنا متعدين ال 150 ألف شراء بيبر فيو قبل الفايت ب3-4 ساعات. فمعناه احنا ان شاء الله بالاضافه للرعاه لا الحفل ناجح ورابح بالنسبه لصله وبالنسبه لنا. عايزين نتكلم عن الرعاه السعوديين برضو ونديهم حقهم اللي هم واقفين ورا هذا الامر بقالهم مده. انت شفت التوقيع اللي امس؟ طبعا 24 راعي سعودي واقليمي ودولي، يعني معانا ناس كثير وانا اشكرهم كلهم فرد فرد. السؤال الاخير، افاق التطور في الرياضه دي في الفتره الجايه هيبقى عامل القادمه هيبقى عامل ازاي؟ عندنا الليج ان شاء الله حيطلق في بدايه 26 حتشوف الجوله الاولى. عندنا الان تايم سكوير، عندنا كانيلو في الرياض، وعندنا سنترال بارك في نيويورك في جولاي، وعندنا كانيلو كروفورد في لاس فيغاس في سبتمبر. لا انا كنت مع معاليك من اول ما دخلت في هذا المجال، ودلوقتي مفيش حد في رياضة الملاكمة سواء لاعب او منظم غير ويعرف تركي آل الشيخ. المجهود والتعب كان عامل ازاي؟ معي رجال يشتغلوا 24 ساعة وهم الحمد لله سلاحي في مواجهة هذه الأعمال. شكرا يا عمور. ألف مبروك وسعداء، وهنشوف إنجازات كبيرة كثيرة. شكرا. شكرا. سيادة المستشار تركي آل الشيخ طبعا، وموجود من أول ما الكارد يبتدي لغاية المباراة النهائية. زي ما بقول لحضراتكم، المملكة العربية السعودية الآن أصبحت لاعب أساسي هام جدا في هذه اللعبة. أنا بكلم حضراتكم مش مجاملة، مفيش حد في هذه الصناعة وفي هذه اللعبة غير ويعرف تركي آل الشيخ، وغير ويعرف ان المملكة العربية السعودية قدرت تغير هذه الرياضة من وقت كانت فيه بتعاني الى ازدهار كبير للآن. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني، ارجوكم ابقوا معنا. تفهموا انه تنظيم فعالية زي دي محتاجة مجهود كبير. فريق سيادة المستشار تركي آل الشيخ كله وكل الناس اللي بتشتغل في هذا الأمر بقالهم أيام وليالي لغاية أما يتم تنظيم هذا الأمر بالشكل المناسب. طبعا في عدد كبير من الرعاة، الأسامي الكبيرة في المملكة العربية السعودية موجودين في هذه المناسبة. زي ما حضراتكم شايفين الناس جاية من بدري جدا، رغم أنه الماتش الأساسي بعد 2-3 ساعات، ولكن مناسبة حلوة للعائلة وللبشر انها تيجي وتتفرج على ماتش. طبعا سر اعجاب الانجليز بالبوكس
شيء يعني لا يمكن تفسيره ولا فهمه، ولكن هو مسألة هامة جدا. وزي ما حضراتكم قلنا لكم ووعدناكم ان احنا هندخل الاستاد وهنشوف شكل هذا الاستاد. كنا بنتكلم على مليار باوند موجودين. How are you my friend? All is well. طبعا اتبنى بدل الاستاد القديم بتاع توتنهام، الآن عندهم هذا الاستاد العظيم الكبير اللي بتتعمل فيه المباراة. الرونق مهم، الإبهار مهم، ده ترفيه، ده شو بيزنس، ده حاجة غير الحاجات اللي حضراتكم متخيلها. لازم يبقى لها الرونق بتاعها، وتدخل هنا دلوقتي وتشوف هذا الأمر، تشوف شكل الاستاد، تشوف الناس وهي ابتدت تاخذ أماكنها. يا محمد كلمنا على العظمة. ده توتنهام هوتسبير ستاديوم، احدث ملعب في ملاعب العاصمه البريطانيه لندن، وهو اكبر او ثالث اكبر استاد كره قدم في البلد عموما، وهو بيتسع ل 62,250 متفرج. اتبنى في او افتتح في 2019. توتنهام بيلعب عليه كل المباريات في الدوري المحلي وفي البطولات الاوروبيه، ومش بس كده، بيستضيف كمان اشياء غير متعلقه بكره القدم، منها NFL الدوري الامريكي للمحترفين بيجي يلعب مباراتين هنا، وهو ملعب توتنهام هو المكان الحصري لهذه المباريات في القاره الاوروبيه. وكمان بيستضيف الملاكمه، دي ثالث مره يستضيف فيها نزال ملاكمه. اول مره كان في 2021 كان بين انتوني جوشوا والكسندر اوسيك، وملى الملعب عن اخره، وكانت الاحداث في بريطانيا اللي كانت بعد فتره الاغلاق ووباء كورونا. تاني مره كانت في 2022 مباراه تايسون فيوري وديريك تشيزورا في الوزن الثقيل، والمره دي بدا الاندر كارد زي ما احنا شايفين، دي المره الثالثه. الملعب ده بيتميز بحاجه ممتازه جدا، ان ابعد كرسي عن ارض الملعب او عن الرينج في الحاله ديت او عن الحلبه لا يزال مكان ممتاز جدا للمشاهده، لانه تصميم المدرجات عمودي على ارض الملعب، ودي شيء مش موجود في ملاعب تانية موجوده هنا في بريطانيا. الملعب دوت من كتر اهميته ومن كتر قيمته بالنسبه للاهميه المعماريه والناحيه التكنولوجيه، هو الملعب اللي هيستضيف في لندن منافسات بطوله اوروبا للكوره في 2028 مع ملعب ويمبلي، مش ملعب ارسنال، مش ملعب تشيلسي، مش ملعب فولهام، مش اي ملعب تاني في العاصمه. فاختيار مميز جدا. توتنهام منطقه فيها تعدد كبير جدا من الاعراق، وفيها ناس غاويه ملاكمه كتير، ومنهم ناس هتلعب النهارده. فيدال رايلي واحد من اليوتيوب، الناس اللي لها نشاط كبير جدا على اليوتيوب، كمان له 1,000,000 فولور، هو من ابناء المنطقه ديت، وجمهور كتير من منطقه توتنهام من شمال. طبعا انا عايز بس اشير للناس ان هو بعد تلت ساعه بس من فتح الابواب هذا الاقبال، واحنا لسه في المباريات التمهيديه مش في المباراه الرئيسيه. وزي ما قلنا لحضراتكم احنا ضامنين انه مفيش كرسي فاضي، لانه كل التذاكر اتباعت. النهارده هيكون عدد المتفرجين اكبر ب7,000 متفرج من العدد القياسي لحضور الجمهور في مباريات توتنهام هنا. هو بين توتنهام وارسنال في 2022 بنتكلم في 69,000 متفرج تقريبا. وزي ما حضرتك شايف حوالينا الملعب بدأ يتملي، وميزه الكارد بتاع رينج ماجازين انه كل مباراه تنفع مين ايفنت. ده كريس بالام سميث اللي بيلعب في الاندر كارد دلوقتي، بطل عالم في الكروزر ويت، لسه خسران اللقب من اشهر قليله في الرياض، وبيلعب مع براندن جلانتون مباراه يبدو انها مشتعله. فميزه الكارد دوت وميزه حدث الملاكمه المنظم النهارده برعايه رينج ماجازين هو انه اي مباراه تنفع مين ايفنت، وان تجربه المشاهد في ملعب توتنهام افضل بكتير. حتى مش هبالغ لو قلت انها افضل من ويمبلي، نظرا لانه تصميمه حتى احدث من ملعب ويمبلي على مستوى تجربه المشاهد من فوق. انا شايف الناس كلها اول حاجه بتعملها اول ما تدخل الاستاد ده تفتح الموبايل وتصور وتعمل ستوري للضخامه وللعظمه. طبعا لانه احيانا الملعب ده استضاف احداث
غير الكوره غير الرياضه عموما، استضاف حفلات موسيقيه، نجوم عالميين بيجوا يغنوا ويعملوا تورز هنا في الصيف، فهو معلم سياحي. لو تلاحظ حضرتك الديك اللي فوق دوت وهو شعار نادي توتنهام هوتسبير في السقف، في حاجه هنا اسمها سكاي ووك. ده في واحد وقع دلوقتي. في واحد وقع، ده براندن جلانتون اسقطه كريس بالام سميث، مع ان هو تعهد ان هو هيجيب لكريس بالام سميث ارتجاج في المخ واعتذر عن التصريحات دي، لكن بالعكس. Excuse me sir, who will win today? What fight? Conaban? Conaban. Eubank. Come on, Eubank. Come on. Ready or not, here I come. Conaban all the way, round 5. Get on. Conaban. What round? Pick your round. Where are you coming from? Bristol. St. Paul's. Yeah, Bristol. Newcastle. How much did you pay today for the ticket? £5. 100 pounds. No, how much was that? 130 maybe. 130. £5. Enjoy your time. What's your name? Crystal Kirby. Oh, how are you? Yeah, we are from Cairo, Egypt. Yes. Thank you. Mo Salah. Mo Salah. Mo Salah. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا هنا ماشيين ببركة مو صلاح. اي حد تقول له ايجيبشن يقول لك مو صلاح مو صلاح على طول، مفيش حاجة غير كده يعني. لا قالوا لنا الهرم ولا قالوا لنا النيل ولا قالوا لنا اي حاجة. كل واحد انتم منين؟ احنا من مصر. مو صلاح مو صلاح. فشيء عظيم وشيء جميل. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم الاستاد دلوقتي بيتملي وبيظبط الحياة كلها. محمد، مين هيكسب؟ مين هيكسب في المين ايفنت؟ سؤال صعب. انا شايف انقسام كبير جدا، يعني انا شخصيا كل ما اقرا تحليل وبعدين اقابل حد يقول لي راي مختلف، بصراحه كل شيء وارد، لانه الاثنين ملاكمين عاملين تنازلات. كونر بين طالع لوزن غير وزنه، يوبانك جونيور نازل لوزن اقل من وزنه، فالاثنين بره الكومفورت زون بتاعهم. بعد كل الدراما اللي حصلت ديت، يوبانك حاطط رهان كبير جدا على نفسه، لو خسر هيعتزل. فهل من الممكن ان نشهد اعتزال كريس يوبانك جونيور النهارده؟ مش عارف. انا حاسس انه اذا مر يوبانك من اول 4-5 جولات حيث سيكون بن اكثر حماسا، اكثر قوه، اكثر استعدادا، واكثر شبابا بطبيعه الحال، لان هو 7 سنين اصغر، ربما يفوز يوبانك بالخبره. لكن مش عارف، انا في الملاكمين دول بحس ان اللي بيبقى مغرور اكتر وبيتكلم اكتر ده هو اللي بيتغلب. وطبعا في ملاكمين تانيين هو عندهم الثقه العاليه الفظيعه يعني. احنا شفنا الاثنين عندهم ثقه عاليه، لكن شفنا واحد منغمس اكتر في المعارك الكلاميه. يوبانك اكتر من بن بيتكلم عن الاعلام اللي ضده، الناس اللي ضده، حتى الجمهور منقسم بشأنه. بن مركز اكتر، عنده معسكر اكتر هدوءا، لكن في نهايه الامر يوبانك هو الملاكم اللي عنده خبره اكتر ولعب في المستوى ده كتير. نلاحظ دايما انه قدام 60,000 غير قدام 20,000 غير قدام قاعه صغيره او في جيم ملاكمه، فالاعتياد على الضغوط ده امر مختلف تماما عن اي شيء هم شافوه قبل كده. وده اللي شفناه بين جوشوا ودوبوا في ويمبلي. لو تفتكر دوبوا كان اقل كلاما، جوشوا اتكلم كتير، دوبوا هو اللي اسقط جوشوا. لكن هل يتكرر هذا الامر؟ هنشوف، لكن 50-50 حتى الان. النهارده يعني على الساعه 1 كده بتوقيت القاهره ممكن تكونوا عرفتوا نتيجه المباراه. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني وبنتابع مع حضراتكم احداث هذا اللقاء الهام. ارجوكم ابقوا معنا. بتستمر لمدة 4 أيام من 25 ل 28 إبريل. البطولة بتقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وبيشارك فيها 20 دولة و85 لاعب ولاعبة، منهم 14 محققين ميداليات أولمبية. وبتشمل البطولة اللعب على 10 أجهزة، 6 للرجال و4 للسيدات. بطولات عالم وكانت موجودة على سيت اب عالمي، لكن المرة دي أول مرة يكون الستاندرز للملاعب الأولمبية موجودة في هيئة استاد القاهرة أو في الصالة بالشكل الحقيقة ما كنتش متخيل. كان في جهد سابق
من يعني مجهود مسابقه الوقت ان الاجهزه تكون موجوده، احنا كوزاره والاتحاد تكون اون تايم والسيت اب يكون بهذا الشكل في الصاله العظيمه. اجهزه الجمباز بقت ستاندر كبير، انما المره دي الستاندر الاولمبي اول مره يبقى الشكل المرتفع بالشكل اللي كان بيحكي عليه الدكتور ايهاب الحقيقه، وغصنا ورا الموضوع علشان نشوف ونعمل مقارنات. كمان بشكل اوفر لمصر كبير جدا، ده بيساعد على ان يكون في قاعده من رياضه البطوله بنأسسها بشكل ساينتفيكلي، بشكل علمي وبشكل خبراتي، بالشكل اللي احنا يعني فيه النهارده في استاد القاهره، في يعني الشكل الكبير اللي موجود دلوقتي. احنا على طول في معسكر مغلق، وتنظيم مصر البطوله دي كل سنه بيبقى احلى من اللي قبله، ودي حاجه بنهتم بيها جدا عشان يبقى شكلنا قدام العالم كله كويس جدا. والحمد لله يعني احنا مدربين بما فيه الكفايه ان احنا ندي مستوى حلو جدا، وان شاء الله خير. لازم نستعد ليها بشكل كويس لان هي اول حاجه في مصر، وهي بطوله مهمه، ومن ضمن الحاجات اللي يعني بتاخد خطوه في الشغل وكده. فكنا قاعدين معسكر الفتره اللي قبل البطوله كلها، وان مصر تستضيف بطوله زي دي حاجه بجد كويسه جدا. يعني ممكن لو الناس مش حاسه بكده او مش فاهمه معنى كده، بس ان ملعب زي ده يبقى موجود في مصر دي حاجه مش سهله. الاستقبال للبطولة استمرت لأكثر من 9 شهور، وده لأنها بتشمل أجهزة الجمباز الحديثة اللي لأول مرة تكون موجودة في أفريقيا، واللي بيتلعب عليها بطولات العالم المؤهلة للأولمبياد، وده لظهور البطولة بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية والتأكيد على قدرة الدولة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية. محمد عصام، الحكاية، MBC مصر. طبعا ساعتين قبل المباراة حضراتكم في أول الحلقة شفتوا الملعب ده وهو فاضي خالص. حاول بقى تطلع لغاية الدور الثالث أو الرابع فوق، تشوف الناس قد إيه، وتشوف الجمهور اللي ورانا هنا قد إيه. كل ده ولسه باقي ساعتين على المباراة النهائية. اللي بيحصل دلوقتي المباريات بتاعت الكارد، كل ده تمهيد للمباراة النهائية. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ بدأ الجمهور يوصل بعشرات الآلاف، ويتوقع أنه يتملي الاستاد في الدقائق القليلة القادمة، لكن العدد الحالي لوحده يملأ قاعات كبيرة جدا في عالم الملاكمة بشكل عادي. الغير عادي أنه الملعب بهذا الحجم يمتلئ من أجل كارد ملاكمة، ودي المرة الثالثة بس في تاريخ هذا الملعب ليستضيف هذا النوع من الكاردز العملاقة. شفنا نزال انتهى بالفعل، وكريس بالام سميث قدر يفوز على براندن جلانتون بالنقاط، ودلوقتي في ديربي على ارض الحلبة ما بين ارسنال وتوتنهام. شفنا شيفون كلارك دخل بنشيد ارسنال يتغنى في ملعب توتنهام، جرأة كبيرة جدا، كأنك بالظبط بتغني اغنية للنادي الاهلي في ملعب الزمالك او العكس. فطبعا لاقي ترحيب من نوع خاص من الجمهور، وهو بيلعب ضد فيدال رايلي، واحد من ابناء الحي دوت من منطقة توتنهام تحديدا، وهو راجل له حضور كبير جدا على اليوتيوب، عنده 1,000,000 فولور على قناته على اليوتيوب، وبيعمل مزيكا. Who do you think is gonna win? يوبانك. معانا كله بيقول يوبانك، كل الناس بتقول يوبانك، لكن في انقسام ما بين مين يكسب، هل يوبانك هيكسب، هل بان هيكسب. لا حديث ما بين الناس هنا غير عن قدرة رينج ماجازين انها تجمع الاسماء دي كلها في عالم الملاكمه. كاننا بنتكلم عن نخبه الملاكمين في عده اوزان في بريطانيا بتجتمع النهارده، وذروه الاحداث هي يوبانك فيرسس بان. طيب دلوقتي احنا عرفنا انه يوبانك كان عنده مشكله وزن، وكل وكالات الانباء النهارده كانت جايبه محاولاته ان هو يقلل وزنه. قول لنا ايه اللي كان بيحصل؟ اللي بيحصل عاده بالنسبه للملاكم اللي بينزل من وزن اعلى لوزن اقل ان هو بيمر بفترة من الديهايدريشن، بيفقد سوائل معينة، بيحاول يخفض من أخذه للسعرات الحرارية والأشياء اللي بتحبس المية بحيث إن هو يوصل للوزن المطلوب. يوبانك امبارح فشل إنه يوصل ل 160 باوند، لكن المباراة دي كان فيها شرط ريهايدريشن، إن بعد ما تستعيد السوائل وبعد ما تخرج من مرحلة الديهايدريشن دي ما توصلش أكتر من 170 باوند. النهاردة في ميزان الصباح يوبانك قدر يوصل ل 168، فهو تحت ال 170 وتفادى غرامات اخرى. هو بالفعل دفع $500,000 او 375,000 باوند بسبب 22 جرام زادهم في ميزان امبارح، لكن النهارده هو تحت الميزان المطلوب. والحديث عن جاهزيه يوبانك، هل هو يقدر ينازل
كونر بين في ميزان اقل بكتير من ميزانه، كونر بين طلع بوزنه شويه. كل الامور ديت هتنعكس على ارض الحلبه. الحلبه مقاسها النهارده بطلب من كونر بين 18 قدم، عاده في النزالات الكبيره بتبقى 20 قدم، وده طلب منه لمحاصره. مش هنجري ورا بعض بقى. بالظبط، وهي فكره انه بيلعب على عنصر الشباب ضد الخبره. كونر بين اصغر ب7 سنين، يوبانك لعب 37 نزال في مسيرته، وبيقول ان هو لو خسر النهارده هيعتزل، فبيحاول يحاصره في البدايه. ويقال انه اذا تفادى يوبانك البدايه هيبتدي يبوظ خطه كونر بين. هو بيحاول يفاجئه زي ما دوبوا فاجئ جوشوا، زي ما شفنا في ويمبلي وخلص عليه بدري. لكن الخبره ضد الشباب، المتطلبات من اكتر النزالات اللي انا حضرتها في تخطيطي للملاكمه في السنين الاخيره اللي كان فيها شروط لوجستيه متعلقه بمين عايز يلعب امتى وازاي، والميزان، ومرتين ميزان، يوم قبل النزال ويوم النزال الصبح، مقاس الحلبه. حتى اللي في النزالات الملاكمه في دايما انه واحد من فريق الملاكم الاخر بيشهد عمليه ربط القفازات. اختيار كونر بين للشخص اللي هيروح يشيك على ربط قفازات يوبانك جونيور اختيار غريب جدا. اختار بيلي جو ساوندرز. بيلي جو ساوندرز هو ملاكم لعب مع يوبانك جونيور نزالات رهيبه، ومن الناس اللي بينهم خلافات كبيره جدا جدا جدا. بيحاول يستفزه لغايه اخر لحظه، لحظه ربط القفازات. بيلعب على العامل الذهني، لان الملاكمه مش بس قوه، هي عامل ذهني، لحظه تركيز، لحظه غياب، وهي لعبه غضب في نهايه الامر. الغضب مرحب بيه، لكن على الا يفقد الملاكم تركيزه في نهايه الامر. موجود هنا في الاستاد هيلاحظ الوسائل البصريه اللي موجوده في كل مكان، بحيث ان انت باي طريقه، باي شكل، باي حاجه لازم هتشوف. هو ده امكانيات ملعب توتنهام، وهو دوت الفكره اللي ساعت لها رينج ماجازين، انه كل شخص يشعر حتى لو كان في اعلى قمه هناك في المدرج الشهير اللي واحد من اكبر البلوكات المدرجات في بريطانيا، انه يشعر ان هو اقرب شيء للحلبه. الوسائل، الشاشات موجوده بشكل ممتاز، سيت اب الحلبه رائع بصراحه، وقرب المدرجات من الحلبه المره دي. التصميم الاستاد مساعد جدا على تجربه مشاهده ممتازه، ومتوقع طبعا مع غروب الشمس، مع شو الاضواء اللي هيحيط بدخول بدخول يوبانك، ان احنا نشوف تجربه بصريه مبهره. وده اللي عودنا عليه المستشار تركي آل الشيخ، انه في ايفنتات الملاكمه سواء في الرياض، سواء في امريكا، سواء في لاس فيغاس، لسه مستنيين تايم سكوير اللي هو مكان عامر بالاضواء على اي حال. اعتقد ان الملاكمه بتنظيم رينج ماجازين، موسم الرياض، كل الجهات التي يرعاها المستشار تركي آل الشيخ دايما ركزت على العامل البصري وعلى عامل القصه. احنا بنتكلم عن فيلم سينمائي ذروه احداثه هو المين ايفنت، لكنه يبدا الان كل حركه بترصدها وسائل التواصل، بترصدها الكاميرات الصغيره اللي حوالينا اللي بتدور، اليوتيوبرز اللي في كل حته بيرصدوا اجواء النزال، كواليسه، كل الاشياء ديت، والاغاني. مايكل جاكسون بيعزف اهو. فتجربه من نوع خاص، واعتقد انه دي مجرد استمرار لنجاحات كبيره جدا حققتها المملكه العربيه السعوديه في عالم الملاكمه. لولاها لما كان الملاكمه بالوضع اللي احنا بنشوفه عليها دلوقتي. 12 جوله في النهايه النتيجه بتطلع ازاي؟ احنا عارفين في 3 حكام هم اللي بيقرروا مين اللي يكسب، النتيجه بتطلع ازاي؟ في عده طرق طبعا للفوز بمباراه الملاكمه. في الضربه القاضيه اللي هي كلنا عارفينها، انه الملاكم يسقط ملاكم اخر دون ان يستطيع هذا الملاكم على انه يقوم بعد 10 عدات. عندنا الضربه القاضيه الفنيه، انه الحكم يوقف المباراه لانه في تقدير الحكم الملاكم الخاسر لم يعد قادرا على انه يلعب نزال ملاكمه بسبب ضربات المنافس بطبيعه الحال. وفي النقاط زي ما حضرتك قلت، في قضاة المباراه بيعملوا سكور كارد لكل جوله، كل جوله بيقيمها الحكم من 10 مين كسب الجوله ديت، وبمجموع النقاط اما ان يفوز الشخص او الملاكم باجماع القضاة، ان يحصل على اجماع ال3 قضاة، او يفوز بسبليت ديسيجن، انه 2 من القضاة يتفقوا على فوز ملاكم في مقابل قاضي اخر يرى ان الملاكم الاخر هو اللي فاز. ودي حاله مش شائعه قوي لكن بتحصل، او يحدث التعادل، وده حدث ما بين والد كونر بين نايجل بين وكريس يوبانك سينيور سنه 93 في ملعب اولد ترافورد في مانشستر. عموما في طرق كتيره جدا للفوز بمباراه الملاكمه، لكن
الشيء المحبب لقلوب الجماهير اللي بيخلي الملاكمه هي الرياضه ذات الجاذبيه والشعبيه هو الضربه القاضيه، وهو ده اللي الناس جايه النهارده ب 60,000 تتفرج عليه. طبعا يعني انا عارف ممكن يكون في ناس بتتفرج علينا دلوقتي يقول لك انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده غريب. هي فرصه ان حضراتكم تعرفوا اشياء مختلفه، يعني من خلال برنامج الحكايه تعرفوا حكايات غير عاديه وغير تقليديه ومش في الاهتمامات الاساسيه بتاعتكم، بس بعد شويه تفهموا هي بتحصل ازاي، لانه اكيد اما يكون في 70,000 بيتفرجوا هنا جوه الاستاد وفي ملايين في البيبر فيو كلهم بيتفرجوا، اكيد هذا الامر يستحق الاهتمام ويستحق المتابعه. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ارجوكم ابقوا معنا. الساعه 1 بالليل بتوقيت القاهره هتعرفوا مين اللي كسب. طبعا للاسف مش هنقدر نعرف دلوقتي ان لسه الماتش ما اتلعبش، ولكن زي ما بقول لكم هي قصه نجاح كبيرة جدا للمملكة العربية السعودية ولسيادة المستشار تركي آل الشيخ ان هم يقدروا ينظموا احداث رياضية بهذه القوة. احنا كمان اسبوع هنبقى في نيويورك وفي حدث في التايم سكوير كبير جدا وهيبقى عظيم جدا. بعديه بيوم على طول في حدث اكبر واكبر في الرياض، احداث كبيرة جدا في عالم الملاكمة كلها بيتم تنظيمها من خلال المملكة العربية السعودية. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من برنامج الحكاية، أرجوكم ابقوا معنا.